تلقى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة موجعة بعد إصابة لاعبه الدولي الجزائري ريان آيت نوري خلال المواجهة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث اضطر إلى مغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 23 بعد تعرضه لالتواء على مستوى الكاحل إثر احتكاك قوي مع أحد لاعبي الخصم. وأكدت مصادر طبية داخل النادي أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 2 إلى 3، ما يشكل تهديداً لمشاركته في المباريات القادمة مع السيتي، وكذلك في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 رفقة المنتخب الجزائري. وفي تصريح للمدرب الإسباني بيب غوارديولا قال: ريان لاعب موهوب وقد أظهر انسجاماً كبيراً مع المجموعة، نأمل أن يتعافى بسرعة، فالفريق بحاجة إلى جميع عناصره في هذه المرحلة الحساسة من الموسم. من جهته يراقب الجهاز الفني للمنتخب الجزائري تطورات الحالة الصحية للاعب عنكثب، خاصة وأنه يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الخضر، وسط دعوات جماهيرية واسعة لشفائه وعودته السريعة إلى الملاعب. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإذا أعجبكم المحتوى اضغطوا على زر الإعجاب وشاركونا آراءكم في التعليقات، دعمكم هو سر استمرارنا.